كنا قبل الفاصل قد تكلمنا عن المد المنفصل، وبينا بأنه هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، ومثلنا لذلك وبينا بأنه سمي جائزا لجواز مده يعني تطويله عن حركتين، وجواز قصره، إلا أن القصر ليس من طريق الشاطبية. وبينا بأنه يمد من طريق الشاطبية كالمتصل 4 حركات أو 5 حركات. كنا نبهنا يا أيها الإخوة إن كنتم تذكرون لما تكلمنا على المد المتصل، نبهنا على كلمة هاؤم، هاؤم اقرأوا كتابية، وبينا بأن هاؤم كلمة واحدة في لغة العرب، اسم فعل أمر بمعنى خذوا، هاؤم اقرأوا كتابية، فهي تعامل معاملة المد المتصل، هاؤم اقرأوا، تمد هكذا فقط. لكن عندنا في المصحف الشريف يا حرف يا النداء، يا ألف مثلا، يا فلان، في المصحف الشريف من أوله إلى آخره كانت عادة العرب في زمن النبوة أن يلحقوا يا التي للنداء ويصلوها في الخط في الكلمة التي بعدها، بمعنى آخر لا يكتبون الألف التي لها، يعني مثلا يا موسى يكتبونها يا موسى، وإن كان اللفظ ما هو يا موسى، لابد ما في أحد يقرأ يا موسى، كل القراء على الإطلاق يقرؤون يا موسى يا عيسى. انتبهنا؟ طب افرض أن الاسم الذي أتى بعد يا التي للنداء أوله همزة، مثل يا آدم، يا أيها، ويا موصولة معها في الخط، هل هذا مد متصل ولا منفصل؟ لا، منفصل، يبقى منفصلا، العبرة بأصل الكلمة، لكن لا يفصل عنها من حيث النطق، من حيث المعاملة في التطويل والتقصير يعامل معاملة المد المنفصل، لكن اتباعا لرسم المصحف لا تفصل يا النداء عن الكلمة التي بعدها، فلا يصح مثلا أن أقول يا أيها، لا يصح، لا بد أن أقول يا أيها، ألفظ الكلمتين مع بعض وكأنهما كلمة واحدة. لا يصح أن أقول يا موسى، بل لا بد أن أقول يا موسى مع بعض. ليه؟ لأنها مرسومة متصلة في الخط، وكان حفص رحمه الله يتبع رسم خط المصحف. سنعود إلى هذه القضية عند قول الإمام الجزري في آخر باب المقطوع والموصول: ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. سنعود إلى ذلك هناك، لكن الذي يهمنا هنا إن رأينا يا التي للنداء وبعدها همزة موصولين في الخط مثل يا أيها، فلا يظنن ظان أنه بسبب الاتصال الرسمي، يعني من حيث علم الرسم، أن هذا المد متصل. لا، هو منفصل، وإن سئلنا ما هذا المد نقول منفصل، ونعامله معاملة المد المنفصل. يعني لما أقول يا أيها، إن كنت أمد المنفصل 4 أمد يا أيها 4، إن كنت أمد المنفصل حركتين من غير طريق الشاطبي لحفص من طريق الطيبة مثلا، فأقول يا أيها فأمده بمقدار حركتين. كذلك كلمة ها أنتم، ها أنتم، العرب عندهم أداة يستعملونها للتنبيه اسمها ها، وإلى الآن سبحان الله في اليمن وفي الجزيرة هنا في السعودية أيضا بعض الناس يقول لبعض، أسمعهم بعض الناس يقولون لبعضهم ها إيش قلت، بس يقول واحد الثاني ها إيش قلت، إيش قلت يعني ماذا قلت، ها إيش قلت، ها. أتلاحظون؟ فإلى الآن ما زالت بعض اللهجات العربية المعاصرة تستخدم ها للتنبيه، لتنبيه المخاطب حتى لا يفوته شيء من العبارة الآتية، وهذه عادة قديمة نزل بها القرآن. من ذلك كلمة ها أنتم، وكلمة هؤلاء، العرب عندهم اسم إشارة اسمه أولئي، الهمز الألف التي فيه مد متصل، أولئي، لأنها كلمة واحدة. لكن ها
أولئي بينها وبين أولئي مد منفصل وإن كان موصولين خطا. انتبهنا؟ ما قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التي أمامنا والتي فيها التنبيه الأول في بحث المد المنفصل. نلاحظ على اللوحة عند قول الإمام الجزري في البيت 72: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. التنبيه الأول: كتبت يا التي للنداء وها التي للتنبيه في المصحف الشريف محذوفة الألف موصولة بما بعدها، نحو يا أيها، لوناها بالأحمر لنبين أنها يا كلمة وأيها كلمة أخرى. يا أولي، مثلا يا أولي الألباب، أيضا هذه كلمتان، يا كلمة وأولي كلمة وإن كانتا موصولتين خطا. ها أنتم هؤلاء، ها كلمة وأنتم كلمة، ها كلمة وأولئك كلمة أخرى. إذن أيها الإخوة كما ترون أمامكم على الشاشة على اللوحة، هؤلاء فيها مدان، المد الأول منفصل وهو ها، والمد الثاني متصل وهو لائي. لما أمد هؤلاء المد الأول منفصل، المد الثاني متصل. السطر الأخير من اللوحة يقول: والمد في هذه الكلمات وما ماثلها مد منفصل وليس مدا متصلا. هذا أمر هام أرجو الانتباه إليه، هو يتجلى أكثر ما يتجلى لما نقصر المنفصل. لما نقول مثلا كما قلت لكم: ها أنتم هؤلاء حاججتم، فقصرتها ومددت الثاني لأن الأول منفصل والثاني متصل. التنبيه الثاني الذي ننبه عليه وهو هام أو مهم بالأحرى، تنبيه مهم. قلنا إن المد المنفصل والمتصل كل منهما يمد إما 4 حركات أو 5 حركات. إذا كنت أقرأ وجاءني منفصل فمددته 4 حركات ثم جاءني متصل، فهل لي أن أمده 4 أو 5؟ الجواب لا. إن مددت المنفصل 4 تمد المتصل 4، مددت المنفصل 5 تمد المتصل 5، والعكس صحيح. لو كنت تقرأ فجاءك مد متصل فمددته 4 ثم جاءك منفصل، لا بد لك أن تمده 4 فقط. فإن مددت المتصل 5 مددت المنفصل 5. خلاصة الكلام: 4 مع 4 وال5 مع 5 في المنفصل والمتصل. أما أن تأتي 5 مع 4 وال4 مع 5 هذا لا يصح أبدا ولم يفعله أحد من الأئمة. هذا التنبيه نرى على اللوحة التالية التي تبين ما ذكرت. التنبيه الثاني: توسط المنفصل يكون فقط مع توسط المتصل، وفويق التوسط في المنفصل يكون فقط مع مثله في المتصل. فهذا الجدول الذي ترونه أمامكم المنفصل والمتصل، لو مثلا مددت المنفصل 4 حركات كما نرى الآن، كم أمد المتصل؟ 4. طيب لو مددت المنفصل 5 كما نرى على اللوحة، كم أمد المتصل؟ أمده 5 أيضا. إذن كما نرى على الجدول أيها الإخوة، 4 مع 4 وال5 مع 5. هذا ما أحببت أن أشرحه اليوم. نقف هنا